مين كابتن مصر دلوقتي؟ تامر حسني طبعا، هو اللي مسيطر. لا قول لي انا ثاني اسال، مين كابتن مصر؟ ما سمعتش. تامر حسني. تامر حسني كابتن مصر. بصراحه كابتن مصر ايه يعني كابتن مصر؟ كابتن مصر كقدوه لناس كتير جدا، كنجم الجيل، كنجم الشباب، كافلام، كمحطه تلفزيون، كتواجد طول الوقت، مؤثر بصراحه. يعني كان نفسي اقول لك اسامي تانية، كان نفسي اقول لك عمرو خالد، كان نفسي اقول لك يعني كتاب، كان نفسي اقول لك شعراء. يعني دول في تراجع دلوقتي مثلا لمقدمه عمرو خالد، مقدمه الشعراء الكبار، مقدمه صحفيين كبار، مقدمه علماء كبار، ويتقدم نجم اغنيه. طب ما هي كده شكلها باظ. ده حقيقي، هي شكلها، بس الحاجات دي بتلم يعني، بتاخد وقتها. يعني احنا من 20 سنه قعدت البلد كلها سنه بتلف وتدور حوالين علي حميده. وبنجري وراه في كل حته، وتلفزيون وسينما وصحافه وكاسيت وحفلات، والراجل ما كانش فاضي يهرش. اغنيه بوظت الدنيا خالص. يعني قصدي انها كانت مؤثره. بالظبط. فما تقدرش زي اغنيه مسافات كده بتاعت نادر مصطفى برضه منطقه دي. ولو كان الامر امري بتاعت حرم فؤاد. صح. لا يا بقى. طب مين ابن عبد الحميد الترزي ولا؟ ابن حميد الترزي ده اسم الكتاب بتاعي بتاع السينما. وانا عملت الكتاب اهداء للضيف احمد. انا بحب الضيف احمد جدا، الله يرحمه. فهو كان ليه سكتش زمان بيعملوه الثلاثي، سكتش كده، كان اول حد في الحقيقه يعمل برومو الفيلم، بس كان بيعملوا برومو اذاعه على المسرح. ان في افلام عبد الحميد الترزي تقدم فيلم عوده الندل، فانتاج عبد الحميد الترزي، بتيناج ابن عبد الحميد الترزي، مونتاج بنت عبد الحميد الترزي. فالحدوته دي كانت ملخصه حاله السينما يعني. فلما جيت اعمل الكتاب لقيت ان الاسم ده من السكتش اللي هم عاملينه ملخص حاجات كتير في حاله السينما بتاعتنا. داخل فيلم يعني؟ داخل قصه فيلم ابن عبد الحميد الترزي؟ انا لا خالص، هو بس عملت الكتاب، بس هو عملت الكتاب حتى من وجهه نظري كمشاهد، مش كناقد او مؤرخ سينمائي يعني. يعني انت طرقعت طير انت واختفيت كده؟ لا ما اختفيتش والله، بس اصل شغلانه السينما عمرك ما هتعرف ايه اللي هيطلع للنور. يعني تروح تقعد تتكلم تشتغل، تاخد عربون تصرفه وتخلصه وماضي عقد، وفجاه تلاقي الفيلم طالع بعد بكره. بجد؟ عمرك ما هتعرف. ده اللي حصل مع طير انت كده بنفس النظام؟ لا طير انت كان ايقاعه مختلف. ربما لان احمد مكي واحمد الجندي المخرج وانا احنا الثلاثه مجانين، فكنا عايزين نخلص الفيلم من الليلي ونخش تصوير بكره. فقعدنا فعلا اشتغلنا وضغطنا الدنيا واشتغلنا فيه مره واثنين وثلاثه لحد ما حولناه من مشروع ممكن يتاجل لمشروع فعلا طالع للنور يعني. كانت نسبه الاقتباس فيه قد ايه؟ طير انت؟ هقول لحضرتك على حاجه. هو انا خدت فريم او بيسموه برواز، اشتغلت عليه. هم كانوا شايفين يعني المكي والجندي كانوا شايفين ان هو البرواز ده متاخد من فيلم اجنبي. انا كنت شايف ان هو بتاعنا احنا شرقي مصري عربي. البرواز بتاع الشخص والعفريت اللي بيطلع له بيحقق له احلامه. تمام. انا شايف ان ده بتاعنا احنا. شايف ان ده بتاع اسماعيل ياسين وعفرة كوش وبتاع عطيه لخفه وبتاع محمد صبحي في الهمجي لما كان بيطلع له الجني ابن الجنيه. فبتاعنا احنا وشرقي والف ليله وليله. كان في اسقاط الفيلم ولا انت شايف ما كانش في اسقاط؟ كان في اسقاط اجتماعي مش سياسي اكتر، يعني في اسقاط على الحياه اللي احنا عايشينها. كاركترات الشباب بتوع مارينا، الشباب الخليجي اللي بيجي يقعد في مصر شويه، الشباب اللي احساسه عالي قوي، فنسبه هرمونات الذكور عنده متوسطه، فاسقاطات على حاجات حوالينا، لكن ما كانش في جماعه بيضحكوا في الاستوديو معرفش بيضحكوا ليه. انا مش عارف اكيد شافوا الفيلم. انا هقرا بس في وجودك اهم منشطات بكره. الدستور بيان جديد لمحمد البرادعي، زي ما كنت بتكلم مع الاستاذ عمر طاهر. البرادعي بيقول من الضروري توحد جميع الاصوات الداعيه للتغيير في اطار جمعيه وطنيه، وطلب مني ان اكون في مقدمتها ومن خلفها. باب الجمعيه مفتوح، طبعا الجمعيه مش سكر وشاي وبتاع، لا، باب الجمعيه للافكار يعني لمستقبل البلد مفتوح لجميع المصريين داخل البلد وخارجها، هدفها تغيير قواعد الترشيح والسعي وراء التغيير الشامل. الدستور برضو مجمع البحوث نقطتين. الدكتور محمد عمارة لم يكفر الشيعة ولا تكفير لمسلم. برضو في الدستور خلينا نظيف لجرانا في خطاب سري للغاية. الرسائل الرسمية للوزارات تتسرب لجهات خارجية. الرسائل الرسمية للوزارات تتسرب لجهات خارجية.
حلو قوي الخبر ده ولا؟ الراي جزار لازم نعلق على الخبر ده. ايه رايك في الخبر ده يا عمر؟ جهات خارجيه بمعنى ايه؟ جهات خارجيه يعني لو بيعتبروا الصحافه جهات خارجيه حفاظا على الامن القومي، ما يتعارض مع سريه وامن المعلومات حفاظا على الامن القومي. يبقى معناها رساله خارجيه بره ولا رساله داخليه جوه؟ لا ممكن يبقى، اصل طالما بره الوزاره يبقى خارجيه، يعني طالما خرجنا من الوزاره يبقى خارجيه، فالخبر مش واضح بالنسبه لي. طب ما هو في برضه حاجه لطيفه جدا، ازاي الخطاب نفسه اللي ما بين اللي من احمد نظيف لجرانه وهو سري اساسا اتسرب. يعني ما بين، اعتقد ان دي شطاره صحافه يعني مش يعني رامي حسين بكره راجل شغال في الدستوري يعني هو بيقول لك انه نظيف بيقول له خلي بالك الرسائل الرسميه ما تتسربش. طب ما هو اوريدي الخطاب اللي انت بقى تتسرب زي المطار السري كده، زي محطه المطار السري بالظبط. عموميه مجلس الدوله تقرر للمره الثانيه ارجاء تعيين المراه بالمجلس وتعتبر نفسها في حاله انعقاد دائم. يعني يبدو ان في جوله جديده بين المراه وبين مجلس الدوله في الفتره القادمه. زكي بدر، احمد زكي بدر يحجم صلاحيات مسؤولي وزاره التعليم بالغاء تفويضهم في 5 ادارات بالوزاره. علي الدين هلال، الدستور الدروس الخصوصيه فساد وجريمه وتعني ان النظام التعليمي في مصر لا يقوم بمهامه. انا ضربت الاثنين بتوع التعليم بدر مع علي الدين هلال. احنا التعليم عندنا كويس؟ ولي العهد ان شاء الله لما يجي كده هيلاقي تعليم كويس؟ في مشاكل، لا طبعا في مشاكل. طبعا. انا بس في موضوع المراه القاضيه ده انا مستغرب له ان هو رفض تبقى مراه قاضيه مع ان رمز العداله نفسه واحده ست. فمش لا، ومجلس الدوله من اوائل الناس اللي عينوا ستات يعني سيدات وكان ليهم احترام كبير جدا ويعني انا مش فاهم. دكتور عائشه راتب من احد الكوادر الرئيسيه، دي ملهاش مثال بصراحه، دي من اكتر الناس اللي بحس ان هي احد الكوادر الموجوده في مصر يعني. ما اعرفش وبعدين المراه يعني برضه هنا في بكره مثلا عناوين الشروق: العمل القضائي صعب على الرجل والمراه والقاضيات لسن اقل كفاءه. طب ما هو صعب على الرجل والمراه فعلا، ليه القاضيات ما ياخدوش راحتهم؟ وبعدين ما تديهم الفرصه يا اخي. يعني ليه ما نديش حد الفرصه ان هو يمارس دوره كما ينبغي ان يكون؟ ولا احنا لازم نحجم الاول؟ لا مش عندنا ذكوره في الكلام برضو. عندنا ذكوره في الكلام بس. في الكلام. صفحات ده خلصت النهارده، نشوف حضراتكم بكره. مصر دايما بخير، بناسها طيبين وشعبها المحترم، وسلام عليكم.